إذا يوم قررت تلعب كوت ب6 لا تروح بيت بطبر، شلخني ما عمره خسر. أقوى واحد يشخل الورق ويحقن الباول. الكل يتهاوش عشان يكون بفريق، لأن اللي معاه أبد ما يخسر. يشوف أوراقك حتى لو إنك قاعد ببيتكم، تحسه يلعب بلاي ستيشن مو صدق، ويعد الأحكام والبدلي ما يخلي شيء، ودائما قفلة القيد عنده غير. هذا أبو طبر، وبيوم تغير كل شيء. ألعب هاللعبة. شافها لعبة سهلة، حاول يجاريهم ويفوز، بس تالي ما قدر وخسر من دلول. ترى بس الأساطير يلعبون ألعابنا. نزل أبليكيشناتنا كوت وبلوت وهند والعب ألعاب الدواوين.